السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم مهندس محمود رجب وكورس لاندسكيب شامل بإذن الله تعالى، والحلقة ال15. وإيه الأسس التي يتم الأخذ بالاعتبار بيها عند بداية المشروع. وهنا الرسالة موجهة لكل مهندس حديث تخرج أو مهندس اشتغل سنة أو 2 أو 3 وحابب إن هو يشتغل لاندسكيب تصميم، ودايما بيقول لك أنا خلاص عارف الأوتوكاد وفاهم في الأوتوكاد، فهبدأ أصمم. أنا عارف التصرفات وعارف القوانين، فهبدأ إن أنا أصمم وممكن أصمم مشروع كبير. عشان كده إيه بقى الحاجات اللي أنت تحتاجها في التصميم ولازم تاخد بالك منها عشان يكون تصميم دقيق؟ أولا، كل ما كانت معلوماتك الدقيقة أعلى عن المشروع، زائد أسس وقواعد التصميم معاك صحيحة، وخبرتك في ان انت تبدع كمان، ده هتدي نظام ري متوازن ومتكامل من جميع النواحي الفنية والتقنية بالنسبة للمشروع. وطبعا من الحاجات المهمة جدا او اللي لازم تهتم بيها كمصمم الناحية الاقتصادية، يعني ما استخدمش مواد تزيد عن حاجة الموضوع واتسبب واقول او بسبب ان انا هعمل حساب الحيطه والحذر في الحسابات الهيدروليكيه، لازم يكون حساباته كويسه جدا. وده هيعتمد على ان انت يكون عندك معلومات كتيره او كل معلومات دقيقه كمان. يعني التقييم الاقتصادي للمشروع مهم جدا لاي مهندس تصميم، ان هو يعمل في اعتباره التكلفه الكليه لنظام الري، والتكلفة التشغيل، تكلفة كمان التشغيل من عدد عمالة، من استهلاك مية بعد كده. ولازم يكون عنده موازنة بين الأداء الفني والتقني لنظام الري في التطبيقات العملية والاستفادة منها في كل نظام من أنظمة الري اللي ممكن يستخدمها أو اللي ممكن يتلاشاها. ولازم يكون عنده تكاليف المدفوعة للحفاظ على المشروع، ويكون بنفس الهدف أو توازي الفايدة المرجوة من هذا التصميم أو من هذا تنفيذ المشروع اللي تم أو المطلوب تصميمه. تاني حاجة الإبداع، لازم يكون في فرق أو التصميم يكون في فرق ما بين الفن وإن أنت توفر حلول موجودة في الكتب المنهجية لمشاكل التصميم. ولازم يكون عندك كمهندس متدرب تؤدي المهنة على أكمل وجه بأن أنت تضيف للتصميم وتبدع فيه، ويكون أقل التكليف وأقل في التصميم مع زيادة في الجودة والبرمجة الثابتة، عشان يديك تصميم في خطوات متداخلة وليس خطوات متتالية. طبعا المشاهدة الحقلية وأخذ المقياسات وتشغيل نظم الري والتحدث على المشغلين الذين يمتلكون ويشغلون أنواع مختلفة من أنظمة الري بيعطي للمهندس التصميم قدرة على تصميم أكثر إبداعا. يعني كل ما كان عندك يعني موجود في الواقع وعلى أرض الواقع، وعندك مقياسات واخدها كويس، ونظم الري عارفها ايه، والميه نوعها ايه، والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقات الماضيه، كل ما كانت عندك معلومات ادق عن المشروع. ولذلك لازم يكون عندك معلومات صحيحه عن المشروع، اللي هو تعمل استبيان على المشروع وتختار المواصفات الفنيه والهيدروليكيه للمواد اللي تستخدمها وتصمم جيد. لازم يكون عندك خبره في المجال، اشتغلت على 20-30 مشروع قبل كده عشان تدي خبرة أو تدي إبداع، وبالتالي تستخدم أحدث البرامج الموجودة. وبعد كده بتشتغل على المواصفات الفنية للمشروع والتفاصيل والتركيب والصيانة، وطبعا تدي جدول ري من وقت التشغيل، وقت الري وزمن الري. الاستبيان أو جمع المعلومات، كل ما كانت جمع المعلومات هي كل ما كانت ذات دقة أعلى، كل ما استفاد منها مهندس التصميم. وطبعا جمع المعلومات دي اللي هي الحاجات الاسس اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقه اللي قبل دي، ان انا اشتغل على ان انا اعرف خواص الميه ومصدر الميه ونوعها ايه وكميتها والتربه والعوامل الجويه اللي موجوده عندي، سواء في رياح ما فيش رياح، وملوحه التربه والكلام ده كله لازم يكون عندي علم بيه، زائد العنصر الثالث اللي موجود معايا. يعني انا عندي الميه وعندي التربه وعندي العنصر الثالث اللي هو النبات اللي انا متوقع ان انا اضيفه، وقدره الاحتياج المائي لجميع النباتات اللي انا ممكن استخدمها، وحجم تدفق الميه في المشروع ازاي،
وعدد النبات اللي ممكن اضيفها وانواعها، ومع اوزن ما بين كميه الماء اللي موجوده والنباتات اللي انا محتاجها، وعدد مراحل الري اللي موجوده عندي، او وحدات التشغيل هتكون ازاي، وانا هروي على كام وقت، والكميه اللي هتجيلي هتكفيني كام، يعني هروي 8 ساعات، هروي 16 ساعه. الحاجات دي كلها لازم يكون عندك في بدايه المشروع انا مخطط ان المشروع ده يتراوح في 10 ساعات، في 12 ساعه، لازم يكون عندي هذه الخلفيه. وطبعا الحاجات دي لازم تضاف الى اللوحه او لوحه التصميم اللي انت تصممها، وده اتكلمناها في قراءه اللوحه، ولكن للتاكيد، وهو اسم المشروع وعنوانه والتفاصيل عن صاحب المشروع، والمساحه المزروعه ايه وانواعها واشجار النخيل المستخدمه، وتضاف الى بنود، يعني الاشجار لوحديها والنخيل لوحديها والشجيرات لوحديها، الجراند جفر او الغطيه النباتيه لوحديها، المسطحات الخضراء لوحديها، وبعد كده تتكلم على مصدر الميه ونوعها والضغط والمضخه وكميه الميه المتوفره ومصدر الطاقه اللي موجوده عندي، سواء طاقه متجدده او طاقه غير متجدده، ونظم الري يدوي ولا اوتوماتيكي، انواع الانابيب، وحده الفلتره والتسميد. كل الحاجات دي لازم يكون عندك في البداية قبل ما تبدا التصميم. وكل مهندس اول ما يعمل اعداد بالنموذج اللي بيمال لازم يتاكد منه من كل التفاصيل والرسومات اللي ممكن تعيقه اثناء التنفيذ، وبكده يكون خدنا اول نقطه في جمع المعلومات وهي الاستبيان. ويستنونا في فيديو جديد ان شاء الله، واحنا بنتكلم عن حساب الاحتياج المائي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.